لأ سؤال بجد والله، هو ليه عشان أبقى مدرب جامد وفشيخ لازم أألِّف في التشكيل؟ يعني ليه عشان أبان إن أنا مدرب جامد أقعد أألِّف؟ يعني الباك يمين أجيبه شمال والشمال أجيبه يمين والمدافع أجيبه مهاجم. طب ما أنت عندك جوزيه كان مدرب جامد وقعد 20 سنة يلعب بنفس التشكيل هو وبنفس الخطة هي وبنفس اللعيبة هي. يعني 20 سنة بيلعب 5-3-2. يعني أنت عندك الماتش الجاي ماتش فاركو، التشكيل سهلة. عندك في حراسة المرمى شوبير أو الشناوي مش فارقة. عندك باك شمال محمد شكري. عندك قلب دفاع مرعي وجنبيه ياسر. كريم فؤاد باك يمين. اتنين نص ملعب. ده عندك ديانج اللي مش عارف هو اصلا مستحملنا ازاي والله باللي احنا بنعمله فيه ده. وبين رمضان زيزو وينج يمين. بن شرقي 10. تريزيجيه وينج شمال. جريتشار مهاجم. سهله قدامك اهيت. ماتش فاركو مش مستحمل تأليفك ولا خساره ولا تعادل. يعني انت هتروح ماتش فاركو جايب شنطتك في ايدك، خسرت او اتعادلت طيران على المطار. يعني كانت ماشيه مع عماد النحاس وبنكسب خمسات خمسه وسته وكانت ماشيه حلاوه. انا عايز اكسب ماتش بس واحد معاك. بص عشان والله العظيم الواحد على اخره منك. الله يكرمك من غير تأليف.